الو. الو، مساء الخير. مساء الخير. القمص ميخائيل جرجس معايا. تحت امر حضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك. مع حضرتك يا فندم برنامج كريزو بالانجيل، احنا على اليوتيوب على الهوا. كان عندي سؤال بس في قانون ايماني، يعني كنت عايز اعرف بس اله من اله يعني ايه؟ طب انا بس دلوقتي سايق، فاي وقت تحت امر حضرتك. سايق ازاي يا فندم؟ ده في تلفزيون جنبك حتى. حضرتك سايق في البيت ولا انا ايه؟ سايق انا سايق عربيه. تمام يا فندم. اكلم حضرتك امتى؟ اي وقت تحت امرك. اي وقت. ماشي، شكرا يا فندم. انا هسيب المكالمه دي بس عشان تعرفوا قد ايه الكذب. يعني اللي سامع، انا ساكت عشان الصوت يبقى مسموع. اللي هيسمع المكالمه هيعرف ان الراجل قاعد وجنبه تلفزيون وقاعد في شقه، يعني ده مش صوت عربيه. فالكل واحد مسيحي اعرف الاباء الكهنه اللي بيقعدوا ينصحوك بحاجات تحبوا اعدائكم والكذب والصراحه والصدق هو بيكذب، وانت هتشوف ده بعينك وهتسمعه بودنك. القس ميخائيل جرجس، كنيسه الملاك ميخائيل في حلوان. ينفع كده انبا ميخائيل؟ يعني ينفع الكلام ده؟ ينفع كان اكلمه يقول قاعد في البيت يا فندم؟ ينفع كده؟ ورجعوا المكالمه والله. الو. ايوه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. حضرتك قلت لي اتصل كمان ساعه. حضرتك مين؟ معاذ عليان يا فندم مع حضرتك. اهلا وسهلا، اؤمر. كان عندي سؤال بس في قانون ايمان يا فندم. كنت عايز اعرف يعني ايه المولود من الاب قبل كل الظهور؟ اسال المتحدث الرسمي للكنيسه بخطيه الارثوذكسيه. اتصلت والله يا فندم ما ردش. القمص بولس لا، هو حليم هو اظن. المنوط بالحديث. ما هو ما ردش. لا يا فندم، حضرتك منوط بالحديث، لان لا، الكتاب هيرد على بيقول كونوا حضرتك. مستعدين هيرد على دائما حضرتك. لمجاوبه هيرد كل على من حضرتك. يسالكم. لمجاوبه هيرد على كل حضرتك. انا فاهم وحافظ انجيل كويس، وانت حافظ قرآن كويس، فخلاص. طيب ايه راي حضرتك في النص اللي بيقول كونوا مستعدين دائما؟ يعني الكلام ده لحضرتك، ولستم انتم المتكلمين بالروح احنا ابيكم. مستعدين الحمد لله، وواثقين نفسنا جدا جدا جدا، والحديث مع بعض مش هيجي حاجه. ماشي يا فندم، ناخد بركه. لا، انت كلك بركه. اشكرك يا فندم. كنت عايز اعرف بس المولود من الاب قبل كل الظهور، مش كده؟ في واحد والد واحد مولود. انا بقول لحضرتك اسال المتحدث الرسمي. والله اتصلت ما ردش، والله العظيم اتصلت ما ردش. لا، اتصل بيه تاني، عاود الاتصال بيه تاني. هتصل بيه حاضر، اوعدك هقفل معاك واتصل عليه. شكرا خالص. بس يعني الكتاب بيقول كونوا مستعدين دائما. اكرز بالكلمه في وقت مناسب او غير مناسب، عشان بس الناس بتسمع ونستفيد بالوقت يعني. كويس انك انت حافظ يا حبيبي، ربنا يخليك. اشكرك. اعيد الاتصال تاني بالمتحدث الرسمي وهيجاوب. طيب حاضر، هتصل بيه يا فندم، بس لو ما ردش هرجع لك تاني. شكرا ليك يا فندم. اهلا وسهلا. شكرا. بيبيع المتحدث الرسمي.